لو فاكر ان ذكائك خارق وانك بتقدر تتوقع كل الافلام اللي في الدنيا وتعرف هتنتهي على ايه، احب اقول لك في شويه افلام كده لو شفتها هتتغفل، يعني هتتغفل. في الفيديو ده هقول لك 5 افلام، مش بس افلام غموض اثاره تشويق عاديه كده، لا دي افلام هتخلي دماغك تلف. هتخلصها من هنا، هتجري على جوجل من هنا وتكتب تفسير فيلم كذا. هتكلم من غير حرق عشان الافلام دي ما ينفعش تحرق. القايمه دي شخصيه يعني من وجهه نظري، بس بصراحه الكام فيلم دول العالم كله متفق عليهم انهم افلام تخلي الواحد يلف حوالين نفسه. في فيلم منهم معمول بميزانيه صغيره قوي بس هيجيب لك ايرور، في فيلم منهم معمول بميزانيه ضخمه هيخليك تشوفه مرتين عشان تفهم ايه اللي حصل، وفي فيلم برضو منهم سبب صدمه نفسيه ل 90% من اللي شافوه، لدرجه انه بقى مرجع لاقوى التويستات في تاريخ السينما. قبل ما نخش في القائمه دي ما تنساش تروق على اخوك، لايك للفيديو، اشتراك في القناه والحاجات الحلوه دي، ويلا بينا. رقم 5 Predestination. انت ممكن تكون شفت افلام كتير سفر عبر الزمن وخلاص بقى مليت، عرفت كل الالعاب اللي فيها، وان لما بترجع للماضي وتغير حاجة المستقبل هيتغير لانك فتحت تايم لاين جديد والهري ده. خلاص شفنا الكلام ده في باك تو ذا فيوتشر. ايه الجديد؟ فيلم Predestination مش مجرد واحد بيسافر عبر الماضي عشان يغير الماضي او يمنع جريمة. الفيلم ده عبارة عن متاهة نفسية وفلسفية مقفولة على نفسها في حلقة مفرغة. القصة بتبدأ بواحد شغال عميل زمني شغلته انه يسافر عبر الزمن عشان يمنع جرائم كبيرة قبل ما تحصل، ولكن طول مسيرته دي في مجرم واحد بس بيقدر يهرب منه في كل مرة. المجرم ده اسمه ذا فيزل بومبر او مجرم التفجيرات المتسلسلة، وبالتالي بطلنا بيرجع للتسعينات عشان يمسك المجرم ده قبل ما ينفذ عملية تفجير كبيرة جدا. ولحد هنا ممكن القصة تبان عادية خالص، ممكن نكون شفنا حاجة زي كده في فيلم ماينورتي ريبورت بتاع توم كروز، ولكن اللعب بيبدأ فعلا لما العميل ده بيقابل شخص غريب جدا وبيتكلم معاه وبيحكوا سوا، ويبدأ بقى الفيلم يدخلك جوه شبكة معقدة جدا وبتتنقل لحقب زمنية مختلفة وشخصيات بتظهر ما انتش عارف ايه العلاقة بينهم وبين بعض، وشوية تفاصيل كده في النص لو مركزتش فيها هتتلخبط وهتبقى محتاج تعيدها اكتر من مرة عشان الحبكة ما تقعش منك. هي قصة معتمدة اكتر على حاجة موجودة في الفيزياء اسمها جراند فاذر بارادوكس او مفارقة السبب والاثر. وعموما القائمة دي فيها كام فيلم برضو معتمدين على حاجة فيزيائية عموما، بس طبعا صناع الفيلم خدوا الجراند فاذر بارادوكس دي لمستوى تاني خالص، متطرف جدا وخيالي جدا ومرعب جدا. الرعب في الفيلم ده مش جاي من المشاهد الدموية او الجامب سكيرز او حاجة بتخوف. انت لما بتوصل لاخر 10 دقايق من الفيلم هتكتشف ان كل الاحداث اللي انت شفتها دي في النهاية بتؤدي لحقيقة مجنونة تماما. والفكرة ان الحقيقة دي موجودة في الفيلم من اول لحظة لاخر لحظة وانت مش واخد بالك منها خالص، وبتاخد بالك منها بقى في اخر الفيلم. So what is it? It's a time machine. رقم 4 The Invisible Guest. الفيلم ده مش أمريكي، الفيلم ده أسباني، فلو فاكر إن هوليوود بس هي اللي بتقدر تعمل أفلام غموض فالفيلم ده هيغير وجهة نظرك تماما. قصته بتحكي عن إدريان، رجل أعمال ناجح وغني، بيصحى في يوم بيلاقي نفسه جوه أوضة فندق وحبيبته مقتولة جنبه على الأرض وفي فلوس مرمية في كل حتة. الأوضة مقفولة من جوه بالكامل، مفيش أي مخرج، الشبابيك كلها متقفلة بسلاسل حديد من جوه. الشرطة متأكدة تماما إن هو اللي قتلها. إدريان مصر على إنه بريء وإن في حد عمل له فخ عبقري، وعشان كده بيستعين بمحامية خبيرة جدا اسمها فيرجينيا جودمان، محامية شاطرة جدا ومفيش قضية خسرتها في حياتها. المحامية دي بتقول له كلمة واحدة: عشان أنقذك لازم تقول لي الحقيقة كاملة حتى لو كانت قذرة، لأن التفاصيل الصغيرة دي هي اللي هتعرفني مين القاتل. فمن هنا إدريان بيحكي لها كل التفاصيل، وكل ما يحكي أكتر بنكتشف حاجات مرعبة أكتر وأكتر لحد آخر 10 دقايق في الفيلم بنشوف تويست من أعظم التويستات في تاريخ السينما. Creímos que había muerto. Se lo juro. رقم 3 The Sixth Sense. الفيلم ده يعتبر الأب الروحي لأفلام التويستات أو النهايات الصادمة في العصر الحديث، وما هوش فيلم رعب. يمكن يبان لك في الأول إنه رعب لأنك بتشوف حاجات فعلا مرعبة وتخلي جسمك يقشعر، ولكن وأنت بتتفرج عليها هتبدأ تفهم إنه بعيد تماما عن الرعب وإنه سايكولوجيكال أكتر أو نفسي أكتر. القصة بتبدأ بدكتور أمراض نفسية بيعمل دوره بروس ويلس، دكتور متخصص في الأمراض النفسية عند الأطفال. بيمر هو أصلا بظروف نفسية صعبة بعد ما تعرض لحادث مؤلم على إيد مريض نفسي قديم. بعدها بيتابع حالة طفل صغير عنده 9 سنين اسمه كول. الطفل ده
بيعاني من عزلة شديدة ورعب دائم ومشاكل كبيرة في مدرسته مع والدته. مع الوقت الدكتور بيقرب منه أكتر وبيكسب ثقته، والطفل بيقول له جملته الشهيرة اللي أصبحت من أشهر الجمل في تاريخ السينما: I see dead people، أو أنا بشوف ناس ميتة. الدكتور النفسي بيحاول إنه يساعده يتغلب على الخوف ده ويفهم السبب ليه الكائنات دي بتظهر له أصلا. عبقرية الفيلم ده مش في الرعب أو أجواء الغموض والدراما النفسية اللي طاغية على الفيلم، عبقريته في حاجة اسمها الميس دايركشن أو التوجيه الخاطئ. المخرج إم نايت شيامالان طول الساعتين بتوع الفيلم واخد عقلك وبيخليك تركز في تفاصيل وعلاقات معينة، بينما الحقيقة الكاملة كانت قدامك طول الوقت برضو عريانة تماما على الشاشة من أول دقيقة لآخر دقيقة، وأنت مش شايفها لأنك مركز بس في اللي المخرج عاوزك تشوفه، مركز في الحاجات اللي المخرج عاوزك تركز فيها بس. الفيلم هادي وإيقاعه بطيء وبيخليك تعيش مع الدكتور ومع الطفل، وهوب في آخر 5 دقايق بلقطة واحدة بس المشهد كله بيتغير، الفيلم كله بيقلب لحاجة تانية خالص. لحظة الكشف الأخير في الفيلم مش بس هتصدمك، دي هتخليك قاعد مذهول تماما مش مصدق اللي انت شايفه، وتقول لنفسك أنا إزاي خدت بالي من كل التفاصيل دي وما شفتش الحقيقة البسيطة دي من الأول. وعشان كده الفيلم ده بالنسبة لي هو أعظم فيلم للمخرج إم نايت شيامالان، اللي مهما عمل أفلام في حياته عمره ما هيعمل فيلم خرافي بالشكل ده. Oh, you're scaring me. They scare me too sometimes. رقم 2 كوهيرنس. يعني لو انا قلت لك ان في فيلم سينمائي ميزانيته صغيره جدا، مجموعه من الاشخاص واللي هم تحديدا 8 اشخاص بالعدد، والفيلم كله بتدور احداثه في بيت واحد فقط ومن غير حتى سيناريو مكتوب للممثلين، تلاقيهم بيرتجلوا عادي، ومع ذلك ده واحد من اذكى واعقد افكار الخيال العلمي والغموض النفسي في تاريخ السينما. هل هتصدقني؟ فيلم كوهيرنس بيبدا بجلسه عشاء عاديه بين 8 اصدقاء في بيت واحد منهم، الاجواء هاديه، تفاصيل اجتماعيه طبيعيه جدا، لحد ما بيمر نيزك او مذنب فضائي فوق الكوكب، التليفونات شاشاتها بتتكسر، الكهرباء بتقطع في المنطقه اللي هم فيها، ومفيش غير بيت واحد بس هو اللي نوره شغال. 2 من الاصدقاء دول بيقرروا يخرجوا من البيت ويروحوا البيت ده عشان يعرفوا ايه اللي حصل، ليه هم الوحيدين اللي عندهم نور. ولما بيروحوا وبيرجعوا بتبدا الكارثه تحصل وشخصياتنا بيترعبوا تماما والدنيا بتبوظ. الفيلم طبعا معتمد على حاجه برضو موجوده بالفعل في الفيزياء، تحديدا في الكوانتم ميكانكس والفيزياء نظريه، فكره اسمها قطه شرودنجر، تعدد العوالم الموازيه، المالتيفيرس. بس طبعا بياخد الفكره دي وبيطبقها على الواقع البشري بتاعنا باكمله، فبيطلع لك بفيلم مجنون زي ده. ابطالنا بيكتشفوا ان الشارع ده ما بقاش مجرد شارع عادي، دي منطقه تداخل بين عوالم موازيه ملهاش نهايه، والبيت التاني اللي نوره شغال ده هو نفس البيت بتاعهم وفي نسخ تانية منهم، بس في اختلافات بسيطه لان كل واحد بدأ تايم لاين خاص بيه. ومع كل مره حد منهم بيخرج فيها من البيت وبيرجع او بيحاول يتواصل مع البيت التاني، الخيوط بتتعقد اكتر، الشك بين الشخصيات بيكبر اكتر، وبيبداوا يسالوا بعض بقى هو انت النسخه الاصليه اللي كانت معانا من بدايه السهره ولا انت نسخه تانية من عالم موازي تاني. فيلم في الجنان منه خالص. عبقريه الفيلم ده بالنسبه لي مش الفيزياء والعوالم المتداخله والحاجات دي على قد ما هو فيلم نفسي فلسفي، لانك هتبدا تشوف قد ايه البشر دول كائنات قذره جدا، وان لما بيشعروا بالخوف او الانانيه او التهديد بيعملوا حاجات ما يتخيلهاش اي عقل. طبعا الفيلم ده نهايته صادمه جدا وفيه صدمه اخلاقيه غير متوقعه. الفيلم هيخلص من هنا هتخش على اليوتيوب بقى وتشوف شرح وليه ده عمل كده وازاي ده حصل وايه حكايه العوالم الموازيه اللي دخلت في بعضها دي، هتتسحل سحله محترمه يعني. This all started tonight, and if there are a million different realities, I have slept with your wife in every one of them. ورقم 1 بكل تأكيد هو فيلم ذا برستيج من إخراج عمنا كريستوفر نولان ومن بطولة هيو جاكمان وكريستيان بيل. فيلم ذا برستيج أنا بشوفه واحد من أكتر الأفلام المتكاملة في تاريخ السينما. يعني إيه فيلم متكامل؟ يعني فيلم كله على بعضه حتة واحدة، نهايته مرتبطة مع بدايته، فلسفة الفيلم متناسقة مع النهاية، الأحداث كلها مترابطة، كله بيشرح بعضه، ده بيربط مع ده وده بيربط مع ده. فيلم تحسه all in one، وعامة الأحداث بالنهاية بالمقدمة بفلسفة الشخصيات كله بيفسر ليه الفيلم اسمه كده ذا برستيج. قصته بتدور في القرن ال19 عن 2 مهووسين تماما بالسحر، واحد مهووس بانه يعمل سحر خام، في افكار كرييتيف جدا، في تضحيات، في التزام رهيب، والتاني مهووس بنظرة الانبهار اللي بتبقى على وشوش الناس لما تشوف السحر بتاعه. الفيلم كله عبارة عن سباق، بينافسوا بعض، بيعلوا على بعض، كل واحد بيقدم خدعة سحرية للجمهور، التاني بيبقى عايز يعرف اتعملت ازاي، والموضوع مش بشكل ايجابي وخلاص، لا
بيقتلوا، بيسرقوا، بيخترقوا القانون، بيخترقوا الفيزياء، وبيقعدوا يعلوا على بعض كده لحد ما الدنيا بتبوظ تماما منهم في الاخر. الفيلم ده على فكره انا بشوف ان هو مش ريواتشبل، هتشوفه مثلا مره مش هتفهمه، هتشوفه التانية عشان تبقى فهمته، ولو فهمته خلاص انت مش هتتفرج عليه مره ثالثه بقى. ليه هو مش ريواتشبل؟ الفيلم نفسه مجاوب على السؤال ده. هتلاقي الشخصيات مثلا حد بيعمل خدعه فشخصيه تانية بتنبهر بيها جدا، واو عملتها ازاي؟ فبيقول له مثلا على السر عملتها بالطريقه الفلانيه، فيقول له يا الخدعه لما سرها بينكشف بتجد في النهايه قد ايه هي بسيطه وتافهه جدا. ده في حد ذاته بينطبق على الفيلم نفسه، هو بيشدك قوي، بيسحرك وبيبهرك فعلا، ولكن بتعرف في النهايه تفسير الاحداث فبتقول يا هو ده الفيلم، ده من ابسط الافلام اللي انا شفتها في الحياه. عبقريه الفيلم ده ان نولان بيديك مقدمه في البدايه وبيقول لك ان اي خدعه سحريه بتتكون من 3 اجزاء. الجزء الاول ذا بليدج التمهيد، الجزء الثاني اسمه ذا تيرن التحويل، والجزء الثالث الابهار او الخداع الفعلي وده اسمه ذا برستيج. هو بياخد بقى ال3 اجزاء دول وبيطبقهم على قصه الفيلم ذات نفسها. يعني الفيلم نفسه عباره عن خدعه سحريه مكونه من 3 اجزاء، التمهيد والتحويل والابهار، اللي موجود طبعا في النهايه. افضل فيلم عن السحر تقريبا، واحد من افضل افلام نولان على الاطلاق، واحد من ضمن افضل 250 فيلم على IMDb. وبس كده، دول 5 افلام غموض نهايتهم صادمه، هتتفرج عليهم هتحس ان دماغك جالها ايرور. طبعا انا عارف ان الافلام دي مشهوره جدا، ممكن اغلبكم يكونوا شافوها، ولكن انا بحاول اخاطب الناس اللي ممكن تكون لسه داخله جديد في عالم الافلام. ان شاء الله قريب هعمل فيديو قائمه تانية ب5 افلام غموض برضو ونهايتهم غير متوقعه، بس تكون افلام مش مشهوره قوي او افلام مش واخده حقها، بحيث لو لسه ما شفتهاش وعايز تشوف حاجه فيها مفاجآت. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش بقى تعمل لايك واشترك في القناه وفعل الجرس. نشوفكم على خير ان شاء الله.